اسمعوا ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. واسمعوا بتمعن ورؤية. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول. روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: يا محمد، جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها، ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق، وأن النار حق، وأن عذاب القبر حق، وأن عذاب الله أكبر، أن تقر عينه حتى يأمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، صف لي جهنم. قال: نعم، إن الله تعالى لما خلق جهنم أوقد عليها 1000 سنة فاحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة فابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة فاسودت، فهي سوداء مظلمة لا ينطفئ لهبها ولا جمرها. والذي بعثك بالحق، لو أن ثوبا من أثواب أهل النار علق بين السماء والأرض لمات جميع أهل الأرض من نتنها وحرها عن آخرهم، لما يجدون من حرها. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن خرم إبرة فتح منها لاحترق أهل الدنيا عن آخرهم من حرها. والذي بعثك بالحق، لو أن ثوبا من أثواب أهل النار علق بين السماء والأرض لمات جميع أهل الأرض من نتنها وحرها عن آخرهم، لما يجدون من حرها. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الأرض السابعة. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن رجلا بالمغرب يعذب لاحترق الذي بالمشرق من شدة عذابها. حرها شديد وقعرها بعيد، وحليها حديد، وشرابها الحميم والصديد، وثيابها مقطعات النيران، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء. فقال صلى الله عليه وسلم: أهي كأبوابنا هذه؟ قال: لا، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض، من باب إلى باب مسيرة 70 سنة، كل باب منها أشد حرا من الذي يليه 70 ضعفا. يساق أعداء الله إليها، فإذا انتهوا إلى بابها
استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل، فتسلك السلسلة في فمه وتخرج من دبره، وتغل يده وتغل يده اليسرى إلى عنقه، ويدخل يده اليمنى في فؤاده، وتنزع من بين كتفيه وتشد بالسلاسل، ويقرن كل آدمي مع شيطان في سلسلة، ويسحب على وجهه، وتضربه الملائكة بمقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكان هذه الأبواب؟ فقال: أما الباب الأسفل ففيه المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون، واسمها الهاوية. والباب الثاني فيه المشركون، واسمه الجحيم. والباب الثالث فيه الصابئون، واسمه سقر. والباب الرابع فيه إبليس ومن تبعه والمجوس، واسمه لظى. والباب الخامس فيه اليهود، واسمه الحطمة. والباب السادس فيه النصارى، واسمه العزيز. ثم أمسك جبريل حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: ألا تخبرني من سكان الباب السابع؟ فقال: فيه أهل الكبائر من أمتك الذين ماتوا ولم يتوبوا. فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فوضع جبريل رأسه على حجره حتى أفاق. فلما أفاق قال عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، عظمت مصيبتي واشتد حزني، أو يدخل أحد من أمة النار؟ قال: نعم، أهل الكبائر من أمتك. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى جبريل. انتهى الحديث. فاللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجر من سمع هذا المقطع، من نشره، ومن ساهم في انتشاره. اللهم أجرنا والمسلمين من النار. آمين آمين آمين.